إبراهيم دياز هو لاعب كرة قدم إسباني من أصول مغربية، يلعب في مركز الوسط الهجومي مع ريال مدريد في الدوري الإسباني. ولد في مدينة مالقا في 3 أغسطس 1969، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي مالقا قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2015. في عام 2019 انضم إلى ريال مدريد مقابل 17 مليون يورو، وفي عام 2020 انتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسمين. في عام 2022 عاد إلى ريال مدريد وأصبح أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي. إبراهيم دياز يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، ويسعى منتخب المغرب استقطاب إبراهيم للعب في المنافسات الدولية. وفقا لصحيفة آس الإسبانية، فإن دياز اختار اللعب للمنتخب المغربي، أنهى الإجراءات الإدارية اللازمة لذلك، ويتوقع أن يستدعى دياز من طرف المدرب وليد الركراكي في 13 مارس 2022 قبل 4 أيام من قائمة المنتخب الإسباني. وسبق دياز أن لعب مباراة ودية واحدة مع إسبانيا ضد ليتوانيا، وسجل هدفا واحد.